يا جماعة اليوم رح أحكي لكم عن جنة الله على الأرض. أرض صح أهلها هلأ بيعيش أصعب الظروف وبيعاني من الفقر والشح، لكن هالبلد شهدت له أوراق التاريخ بعظمة ما شهد لها أي بلد. بلد الخير والسعادة، يمكن بعضكم عرفها هلأ والبعض الآخر لا. لهيك أنا اليوم رح أحكي لكم عن الأرض الأكثر مباركة عند الله، اليمن السعيد. ثاني أكبر بلد بشبه الجزيرة العربية، انذكر بكتير كتب تاريخية إغريقية ورومانية، وكان له نصيب كبير من الكتب السماوية، التوراة والقرآن الكريم، يلي ذكر بأكثر من موضع: أصحاب الأخدود، ذو القرنين، إرم ذات العماد، النبي سليمان، ومملكة سبأ. وتم تسمية سورتين من القرآن بأسماء من الحضارة اليمينية، ويلي هن سبأ والأحقاف. كان اليمن أرض الأنبياء، وبأرض الطاهرة احتضن أجسادهم المشرفة، وحسب الباحثين وعلماء التاريخ أن قبور بعض الأنبياء موجودة فيها، مثل قبر النبي نوح وأيوب وهود وصالح وشعيب عليهم السلام. أول من تكلم اللغة العربية هن أهل اليمن، ومن هذا البلد كان أصل العرب وحتى الجنس البشري كله. كان ملوكها أول من لبس التيجان، واعتبرت حضارة راقية جدا بوقتها، وحلم لكل إنسان قديم بأنه يزورها. انبثقت منها حضارات كتير انعرفت على مر العصور، ومن أهم ما بدلنا على العظمة يلي امتلكها بوقتها هو تسميته اليمن السعيد، الاسم اللي انعكس من حضارته وامتلاكه لثروات كتيرة وموارد منها الذهب والفحم والملح والقطن والكتير لسه. أنتج أفخم أنواع العطور والبخور اللي كان يستخدم بطقوس دينية، حتى تم تسميته الأرض المقدسة. تميز اليمن بعراقته وقوة شعبه يلي نحت من الجبال بيوت ومدرجات زراعية، وكانوا ما زال ذو عزيمة وإصرار. والأهم من هاد كله أنه اليمن كان أرض العرب الأولى، وشعبه أول من يتكلم اللغة العربية، ومو بس للعرب بل كان الموطن الأول للجنس البشري، ومنه توالت الهجرات الجماعية لتسكن الأرض بأكملها، وطلع منه العرب العاربة والمستعربة. تفرع من اليمن السعيد قبائل كان أهمها جرهم، أول من سكن أرض مكة وأوى إليها نبي الله إسماعيل وتزوج منهم، وجاءت منها قريش ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. لهيك قال بأحد أحاديثه عليه السلام: أهل اليمن مني وأنا منهم. وبيرجح كثير من الباحثين أنه ذو القرنين كان أحد ملوك اليمن، نسبة إلى كلمة ذو قبل الاسم يلي اشتهر فيها ملوك اليمن، ولسبب استخدام ذو القرنين مادة قطر الحديد لبناء السد ومنع يأجوج ومأجوج من الخروج، وهي المادة يلي كان فقط اليمنيين بيستخدموها لتوفرها بكثرة عندهم. حضارات كثيرة تعاقبت على هالأرض العظيمة، والآثار المتنوعة على هالأرض تشهد لنا كم من الأحداث والعظمة، وما رح ننسى الممالك اللي مرقت عليها، ومن أهمها مملكة سبأ والملكة بلقيس، حمير، قطيبان، وحضرموت يلي أسهمت ببناء الأرض وامتد نفوذها بسبب سيطرتها على التجارة بوقتها والتبادل الثقافي اللي حققته. اليمن هو البلد الأول يلي زرع أهم مشروب بالعالم اليوم واللي ما بنقدر نستغنى عنه، واللي هو القهوة اللي انعرف باسم ذهب اليمن الأخضر. هيك كانت أرض اليمن، وما زال اليمن السعيد رغم كل اللي عم يمرق فيه، فالعظمة لا يمكن أن تمحى. بشوفكم بحلقات أخرى عن اليمن. سلام.